تبدو متراصة البنيان بشارع سيدي إفني بحي سيدي عبد بالحسيمة، بينما جزء من الشارع انهار وانجرفت التربة لتتشكل حفرة كبيرة بالقرب من الدور السكنية. بعض السكان أخلوا المكان والبعض الآخر تلقى الخبر وعاد من الخارج. أنا جيت من هولندا، عملوني تليفون منا، عملوني تليجرام، قال لي جيت شوف دارك بالك مشات كاع. وجيت وجاو فاميليا شافوه لتحت لداخل ما كاين مشكل، ولكن تاني كلشي من برا. ولد الحار ثاني راه قريبه لهيه، تا هو مهرس دابا، تا هو كيعطي الشوم. شي من خطرات كنلقى الشوم واخا في الماء. هذاك مهرس من بكري، كيجي من لهيه، كيجي من لهيه مهرس لهيه في الوسط. زقاق ملوي المجاور يعاني نفس الإشكال، وقد شهد قبل 30 عاما انهيار 3 منازل، ورغم ذلك فالسكان يقولون إن الحادث لم يؤثر على منازلهم. اليوم حتى شي حاجه، ولكن دابا المشكل في الشارع إفني والشارع الملوي هبطت يعني الزنقه. لو كان وقع شي حاجه مثلا في الديور حتى يهبطوا حتى الديور، اذا كاين شي حاجه لداخل تما. السكان خلاو السكان جانا سعاده العامل شاف هاد المسائل هادو، قال لهم غيخليو السكان، ومع ذلك قلنا فيه غنمشيو. الحل النهائي هو ازاله جميع الانقاض. هذه الانقاض على عمق 2 متر فاصلة 30 اللي هي انقاض مختلطه، يعني دي فورومبلي اللي هي غادي تزال على طول واحد على نصف الشارع، ثم تعويضها بما يسمى بالتفنو. هذا على مستوى شارع إفني وكذلك على مستوى شارع ملاوي. هذا هو المنازل. المنازل لم تظهر عليها أي شقوق. لجنة محلية للمعاينة انتقلت إلى عين المكان، وكإجراء أولي تم تزويد السكان بالماء الصالح للشرب في انتظار إعادة تهيئة الشارع والزقاق المجاور بالشكل الملائم، فليس كل مرة تسلم الجرة. نسبة الهدر المدرسي